السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فاكرين الفيديو اللي قبل ده اللي انا كنت وريتكم فيه فرم التوم مع الخضرة؟ ووقتها نعمت الخضرة قوي على الاخر، فرمتها جدا. الخضرة دي انا عملت بيها ايه؟ الخضرة دي انا شايفين انا مقطعة فيها فلفل حجمه كبير. بصوا انا مقطعة فيها فلفل حجمه كبير. انا دلوقتي هفرم معاها فلفل وكام حاجة كده، لان انا عاملة قرنبيط، ودلوقتي هجهز خلطة القرنبيط. في ناس هتقولي طيب حلو، هو انت القرنبيط بتحطي له توم؟ انا بحط خلطة القرنبيط توم، انا بحبه كده. في ناس يعني كل واحد له طريقته يعني، فانا بحب القرنبيط كده. تمام. هوريكم باقي يعني الحاجات اللي انا هعملها في كابت تاتش الزنوك. يعني انا بعد ما فرمتهم قلت طب ما اوريهم باقي الحاجات، يعني ازاي يعني بتفرم باقي الحاجات وكده. فخلينا كده نكمل مع بعض. بسم الله. انا حاطه دلوقتي الفلفل حجمه كبير زي ما انتم شايفين. تمام. وهكسر بيضتين. بسم الله. تمام. كله مع بعضه يا معلم. تمام. انا على فكرة اول مرة اجرب خلطة قرنبيط بالوصفة دي في الكبة، انا دايما بعملها في الخلاط. تمام. واحط دقيق. بسم الله. انا كترت بس عشان ايه، انا عاملة كمية. واحط مية. بسم الله. هنشوف بقى لو هي محتاجة تاني هنزود. زي ما بقول لكم ان اول مرة اعمل الكلام ده معاكم، ما جربتش الموضوع ده قبل كده. تمام. بسم الله. نشوف مع بعض الكلام ده. بسم الله. اللهم شايفين الخضره اللي انا كنت منعماها قوي قوي قوي، يعني لدرجه ان انا يعني كنت فرماها جدا. على فكره الكبه مش شرط تفرموا فيها الحاجه يعني بالطريقه دي، يعني انتوا ممكن تخففوا شويه لو انتوا حابين. يعني انتي مثلا ايه، مش عايزه الحاجه مفرومه قوي، خلاص دوستين كده، ضغطتين وخلاص. فاهمه؟ يعني انت برضو بتتحكمي في الفرم، انت عايزاه قد ايه، عايزه تفرميها قوي، لا عايزه تفرميها نص نص، يعني فاهمه؟ عايزه الحاجه، انت عايزه الحاجه ايه. انا بالنسبه لي في حاجات بتبقى محتاجاها مفرومه قوي، في حاجات لا، فبرضو انت المتحكمه. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله بجد، يعني بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. واخدين بالكم الخضره وسط الخليط برضو مش يعني مش بتتعسر ازاي؟ اللهم بارك. نشوف بقى الكلام. نشوف الكلام. بسم الله. مبدئيا انا يعني هي فرمت، بس انا يعني بصوا والله العظيم يعني بسم الله ما شاء الله، ده اللي اقدر اقوله. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. هو طبعا هي تخنت مني، وانا اصلا عايزه كميه اكتر من كده،
فانا يعني ايه هشطف دي كده بحبه ميه وهنزل بيها عليها فهتخففهم. بس عامه ان يعني انا فين الفلفل كان يعني حجمه كبير، مقطعاه كبير، وريتكم مقطعاه كبير. فين الفلفل اللي انا كنت مقطعاه حجمه كبير؟ فين البيض، الدقيق، بسم الله ما شاء الله. انا كمان في حاجه كنت هحطها هنا ونسيت، اني بحط التوابل معاها. يعني انا بحط الملح والكمون والحاجات دي كلها معاها، انا نسيت ما حطيتش الحاجات دي، بس هحطها دلوقتي. يعني بصراحه عايزه اقول لكم خلطه زي دي مثلا بتعمليها كلها بالكامل في اناء واحد كده مع بعض، من غير تقطيع، من غير فرم، من غير اي حاجه، بجد يعني اللهم بارك. فعلا يعني فعلا مش هحط شطه لان انا اصلا حاطه فلفل كتير. ف مامتي ما بتحبش القرنبيط بالخضر، انا بحبه بالخضر. فيعني برضو ايه نرجع نقول لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. مهم جدا الكمون في خلطة القرنبيط عشان الغازات. دي معلومة كده حبيت اعرفها لكم. دول الباقيين دول هيترموا؟ ابدا والله ابدا، على طول. شايفين يا جماعة الجمال؟ شايفين الخضرة اللي لسه قاعدة زي ما هي دلوقتي؟ شايفين الجمال بجد؟ يعني شايفين بجد والله العظيم يا جماعة الكبة دي هاتوها كده وانتم مغمضين يعني. بس انا مش عايزة اوريكم، يعني انا مش بعمل الفيديو ده عشان خلطة القرنبيط ولا قوامها ولا الكلام ده، انا عاملاه للكبة عشان بس اوريكم الشغل بالكبة عامل ايه واخباره ايه. بصراحة حاجة يعني لسه فيها كمان، يعني لسه هخفف اكتر، بس انا عشان مطولش عليكم وقت الفيديو. بصراحة يعني حاجة اللهم صل على النبي اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. هاتوها وانتم مغمضين يا جماعة، واللي عنده يتهنى بيها يا رب. ده كان فيديو صغير كده حبيت اوريكم برضو، حتى لو انا حطيت كده ميكس حاجات كده مع بعض في الكبة هتطلع الموضوع ده هتطلع الكلام ايه، لا الكلام زي الفل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يلا دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.